التسجيل رقم 35 من كتاب المجالس الحسينية مع الختمات الصوتية الجزء الثالث. نحن الآن في صفحة 90. في مثل هذه الأيام فإن الركب الحسيني يواصل مسيرته إلى الشام بقيادة الإمام زين العابدين والسيدة زينب عليه السلام، ولكن كانت تجول في ذهن السيدة زينب بعض الخواطر والأفكار، منها أنها كيف ستدخل الشام وهي وبقية النسوة وهن مخدرات النبوة وبنات الزهراء، وهن لم يتعودن على الظهور أمام الغرباء، فكأن لسان حالها يقول: أنا للشام طبت شلون طبت. طور الجنوبي من مقام اللامي. وشفيت كلها لها مطربة، وراسك يزيد أمر نصبه بالعود كل ساعة يضربه. لكن السيدة زينب قبل أن تدخل مجلس يزيد لعنه الله توجهت إلى كربلاء الشهادة، وكأني بها تخاطب أخيها العباس معتذرة منه بأنها ستدخل إلى مجلس فيه رجال غرباء والأمر ليس بيدها، فكأن لسان حالها يقول: ردت اعتذر منك يا قمر هاشم يا حيد. بعدنا في طور الجنوبي. يا حيد راحت اختك تطوب مجلس يزيد. طبعا اخواني نحذر من هذا الطور نسوي به ترجيع مشابه الى اهل الغناء. أنا سامع بعض الخطباء الترجيع مالته غير يعني شرعي. أنا مش بيدي أريد وما أريد ولا بكيف أقطع دمعتي ونتي، والله شلون باصرني يا حاد ويا دليل من طبا مجلسه ودمعي يسيل. والله لا عباس عندي ولا شفيل والعليل أكثر يزود محنتي. نحن الآن في صفحة 90 كما قلت لكم. نكمل. ثم اتجهت إلى الكوفة تخاطب أباها أمير المؤمنين عليه السلام لتسأله بلسان الحال: هل وصلت الأخبار لكم بقتل الحسين وسبي عياله أم لا؟ والله يا حكيم السفر ما جاك عاني ولا قال لك شنو الدهاني. أنا على مصيب تحمدني عساني والمجلس الطير ذهاني. تحولنا إلى النعي بمقام الصبا. يا حسين أول ما حبينا يزيد بالنشدة ابتداني وانا مخدرة ويكسر لساني. انا لا صرت بالدنيا عساني
وكذلك وجهت السيدة زينب عليها السلام خطابها إلى أخيها الإمام الحسين، فتقول بلسان الحال: والله ما ظل بعد عند الحرام غير العليل، أنا ركيت جسمه من المرض واصبح نحيل. وقبل عملة كربلاء داية ثجيل، النوب جاهل طف يكمل داية، وهذا الخدير لو تتكلف، وهذا اللي الخطر وازانه ولفه. طور الزريجي: يا لريحيت للماي عالماي العفا، ما نريد الماي انت الغاية، مقطع جفوفك يا سبعي القنطر، بين طحت بمن تلقيت الثرى، صارت رماح حيل عدة تشوي وذرة، لك من حر الشمس وقاية. ثم أدخلوهم إلى مجلس يزيد، ووضع رأس الحسين عليه السلام بين يديه، وجعل ينكث ثناياه بمقصرته، فكان لسان حال السيدة زينب يقول: يا حسين راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته، أنا ذاك الوقت وجهي لطمته، صديت له بلهفه وندهته. طور البحراني: أنا انشلت، أريد أقفل، شلون أقفل هكذا، انشلت يمينك يا ضربته، يا سلوة الهادي ومهجته، سرت حسرة على الخدود تهتكت، شم الجبال لحالها تدكتكت. انتهينا من هذه الختمة. أعود وأكرر إخواني، هذه المؤلفات الخاصة بالمجالس الحسينية من يوم 11 محرم إلى نهاية شهر صفر، وأنا سويتها على جزئين. يعني عندنا الجزء الأول اللي صدر في عام 2020 أو 21، ذاك الجزء الأول. الآن الجزء الثاني، وهذا الجزء الثالث الآن اللي دا نشتغل به. والفاتحة مع الصلوات.